أود التحدث عن زراعة الكل، والتي نسميها زراعة الكل، وهذا يتم بطريقتين: زراعة الكل من متبرع حي قريب، وزراعة الأعضاء من متبرع متوفى. كلاهما له العديد من المزايا. بشكل عام، عندما يكون المريض شابا، مثل أن يكون لديك متلقي شاب في الفئة العمرية من 18 إلى 60 أو 65 عاما، فإن زراعة الكلى تقدم. إنها الخيار الأفضل لمثل هؤلاء المرضى الذين يعانون من مرض الكلى في مراحله النهائية، والذي نسميه ESKD. نحن بحاجة إلى متبرعين لهذا الغرض، ونتبع القواعد العامة لنقل الدم، مثل توافق فصيلة الدم الذي يعتبر مهما جدا. ثم نقوم بإجراء عدة اختبارات للتأكد من أن المتبرع آمن والمستلم آمن. لا نأخذ أي فرص مع المتبرع. بشكل عام، نتائج زراعة الكل من متبرع حي قريب جيدة. نسبة بقاء الطعم لمدة سنة واحدة وبقاء المريض لمدة سنة واحدة تتجاوز 95%، ونسبة بقاء الطعم لمدة 5 سنوات وبقاء المريض لمدة 5 سنوات في 90. لذلك تكون النتائج جيدة جدا عندما يتم ذلك بطريقة دقيقة للغاية. كما أن عوامل المتبرع تلعب دورا، يجب علينا اختيار المتبرع بعناية. من المثالي أن يكونوا أقارب، ويجب أن يكون هناك توافق في فصيلة الدم. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدة عوامل، وهذا يتجاوز نطاق هذا الحديث. إنه تمرين دقيق للغاية. علينا أن نكون حذرين جدا في اختيار المتبرع. التبرع بالأعضاء من متبرع متوفى هو خيار جيد جدا، وهو مخصص للمرضى الذين ليس لديهم متبرعين أحياء لأسباب معينة. لذلك هذا مناسب. وهنا مرة أخرى ننظر إلى العوامل المختلفة المتعلقة بالمتبرع. وقت نقص التروية هو أحد أهم العوامل. كانت أطروحة عن متغيرات المتبرعين بالأعضاء المتوفين. لذلك وقت نقص التروية، كلما كان الزرع أسرع، وكلما تم حصاد الكل وزرع العضو المحصود، يجب أن تكون النتيجة أفضل. هنا ننظر إلى توافق فصيلة الدم والتطابق المتقاطع، ما نسميه التطابق المتقاطع CDC. النتائج جيدة إلى حد ما، في الواقع أفضل من خيار الغسيل الكلوي، ولكن لديهم نسبة بقاء على قيد الحياة للزرع والمرضى لمدة عام تتراوح بين 90 إلى 95%. لذلك هذا جيد بنفس القدر. نحن سعداء جدا للرؤية أن العديد من مرضانا المستفيدين يحققون نتائج جيدة أيضا في قائمة المتبرعين بالأعضاء المتوفين. لذلك إنها وسيلة مهمة